كيف ما قلت لكم اخوتي، حنا غادي نهضروا على موضوع السياحه الجنسيه، واش كاينه في الجزائر ولا ما كايناش. الجزائر غير عندهم واحد شويه ديال الستره ومازالين كيخافوا، باش نكونوا فاهمين في هذه النقطه هذه. ولازم ندافعوا على بنات المغرب وعلى الاصل ديال المغرب، باش ما يجيوش يبقاو يقولوا فينا اللي بغاو. كاينه السياحه الجنسيه في الجزائر، كاينه شفتها بعيني. ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع هذا بزاف، لانه ماشي موضوع صراحه وماشي حاجه، ولكن شي وحدين جبدوني باش انني نرد عليهم، وبلا ما تخليني نبدا نهضر وعلى على المهم بيني وبينكم الجزائريين راه غيفهموني على تونس والجزائريات وكيمشيو لتونس وكذا الى اخره. المهم خبر في راسكم، خليوني ساكت الله يرحم لكم الوالدين. راه غنعطيكم شي حاجه ما يقدرش يعطيها لك شي واحد اللي نعطيك احصائيات كاينه، شي حاجه اللي شفتها وعشتها. ما كتسناش انت تقول لي عندنا ولا ما عندكم. السياحه الجنسيه ما خطات حتى بلاد، اي بلاد كتمشي ليها كتلقى فيها العاهرات، بغيتي ولا كرهتي. كاينين ما تيخافوش الله، غيديروا اي حاجه. ماشي تجي تقول المغرب كامل تحكم على المغرب كامل. المغرب راه اصل، المغرب راه ثقافه قديمه. المغرب قديم، ما تزادش غير اليوم. ولا جينا نهضروا الثقافه الجنسيه، راه من الايام الاستعمار. راه كاينه شي تصاور عندكم اللي النساء ديالكم راه لا حول ولا قوه الا بالله، هادو من زمان. وحنا عارفين انه في زمان كانت الحشمه وكانت المراه ما تعرش الا تموت، الا تقاست بشرفها تموت احسن ليها من العيش. كاينين جزائريات في هذاك الوقت وخليونا ساكتين بلا ما نهضروا بزاف، مفاهمين. اذا ملي تحصلوا ولا ملي ما تلقاوش باش تجاوبوا، ما تبقاوش تقولوا المغرب بلد سياحي جنسي. لا، السواح كيجيبهم غير الجنس اللي عندكم. راه في المغرب راه باقا الحشمه، في المغرب راه باقي كاين الادب، في المغرب راه باقي كاين الاحترام، في المغرب راه باقي الابن كينوض كيبوس الاب ديالو يدو وراسو، اللي نتوما عيب عندكم في الجزائر انه يتباس الراس واليد. باش نكونوا فاهمين، المغرب الاصل والباقي تقليد. بارطاجيو هذا الفيديو هذا، شي ابوني، ما تنساوناش الخوت دعمونا بالابوني وبشي لايك وشي تعليق يكون زوين باش تدعمونا باش ندافعوا على بلادنا هكا.